بسم الله، السلام عليكم. ان شاء الله قاع تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه الصابلي بذوق القهوه، وصفه منعشه. شوفوا القوام تاعها، يعني نقسمها بيدي ماشي نقسمها بالسكين. شوفوا ما شاء الله هايل. شوفوا هنا هذه شوكولا قاسيه على العجينه. شوف وشوفوا القوام تاعو، شوفوا ركزوا مليح في القوام تاعو. شوفوا يعني العجينه نفس القوام هي، والشوكولا قاسيه عليها. شوف هذه هي الوصفه تاع اليوم. اذا حبيتوا تشوفوا هذا الصابلي هذه الوصفه هذه بقوا معي حتى الاخير. نبدو مباشره في المقادير وطريقه التحضير. هذه الوصفه لازم ديروها ولازم تكون عندكم في العيد. عندها واحد الريحه انتعاش والحيويه، تعطيكم واحد الطاقه ايجابيه هايله. نسحقوا في الوصفه تاع اليوم. عندي 250 غرام تاع مارغرين، هذه تكون طاريه بحراره المطبخ، فيها 250 غرام. عندي رشه ملح، مغرفه صغيره تاع لافاني، كيس تاع خميره الحلوى يوزن 10 غرام، كاس تاع سكر طب، كاس تاع مايزينا، 3 بيض، 2 ملاعق كبيره تاع قهوه سريعه الذوبان. عندي الفرينه هنا وجدت 4 كيسان. لمد العجينه ونقول لكم بالضبط شحال تخلي فيها. اول حاجه الاناء اللي نعجنوا فيه نحطوا فيه 250 غرام تاع مارغرين، نزيدو عليها كاس تاع السكر طب ورشة الملح، نزيدو عليها مغرفة صغيرة تاع لافاني. تحبوا تزيدو شوية زيتون، انا لافاني نحب نزيد دائما شوية بزيادة، ما على باليش علاش. خلطوا مليح مليح هذا الزبدة مع السكر مع لافاني مع رشة الملح، مليح مليح حتى يندمجوا غاية. يعني تولي كي تخلطوها بكل سهولة، ها تطرى معاكم وتتحرك بكل سهولة. من بعد نحطوا حبه تاع بيض نخلطوها شويه ونزيدوا عليها 2 ملاعق تاع قهوه سريعه الذوبان نيسكافي يعني، ونخلطوها في هذاك البيض باش تذوب لنا. هنا نستعمل يدي. نزيد الثانيه، نزيد البيضه الثالثه ونخلط باش تذوب لي النيسكافي. بقاو تخلطوا فيه يعني حتى تشوفوا بلي النيسكافي تاعكم هذيك ذابت شويه واندمجت مليح مع الخليط. شوفوا الخليط كيفاش يرجع كريمي شوفوا كي لاموس. ها اذا حبيتوا تستعملوا الخلاط الكهربائي استعملوا الخلاط الكهربائي كيما حبيتوا. انا نحب نخدمها بيدي باش اي وحده تحب تخدمها. ها شوف. وهنا في هذه المرحله نزيد عليه كاس تاع مايزينا اللي كنت غربلته ديجا من قبل، نزيدوه دفعه واحده وندخلوه في هذا الخليط. هنا بعد ما دخلت المايزينا حط الصفايه، هنا نحطوا الكاس الاول، حطوا معاه كيس تاع خميره الحلوى، هذا الكاس الاول نخلطوه حتى يندمج مع الخليط. هذا الكاس الاول نخلطوه مليح حتى يندمج مليح في وسط هذا الخليط. ومن بعد نبدا نضيف الفرينه بالشوي ونلمد العجينه تاعي حتى تتلمد لي. هذا علاش نخلطوه باش هذيك الخميره تتوزع لنا على الخليط تاعنا كامل، ما تبقاش جهه فيها وجهه ما فيهاش. على هذه الدفعه الاولى تاع الفرينه دائما لازم نخلطوها هذه الطريقه باش كاع الخليط يعني ياخذ من هذيك الخميره. وهنا نبدا نضيف الفرينه بالتدريج حتى تتلمد لي العجينه. راح نوريكم القوام اللي راح نتحصل عليه ونقول لكم بالضبط شحال تخلي فيها من كاس. هنا نبدا نضيف الفرينه ونجمع العجينه تاعي.
شوفوا العجينه تاعنا بعد ما تلمدت، شوفوا القوام اللي رانا تحصلنا عليه. ها شوفي يعني كي تقسميها تتشقق، شوفوا الصوت اللي يخرج منها، سمعوا مليح، سمعوا كي تقسميها تتحصلي على هاد الحروشيه هذه اللي فيها. هذه هي المقادير المضبوطه تاع اليوم. دخلوا لي فيها 3 كيسان، والكاس الرابع شوفوا شحال بقى لي منه، يعني الربع. هنا بعد ما لمت المواعين نجيب شويه تاع بلاستيك باش نخدموا عليه، نخدموه مباشره ما عندنا عليه نقارعوا. اليوم ان شاء الله راح نخدم بهذا الطابع هذا، راح نستعمل هذه الجهه اللي منا الملساء ماشي المشرشفه. عفوا العجين ريحتها هايله، هاد العجينه هذه ريحتها يعني اللي يحبوا القهوه ادمان هاد الوصفه هذه هايله، ماشي حلوه بزاف، يعني اللي راح تدي الحلاوه تاعها غير من الشوكولا. درنا لها غير كيس واحد تاع السكر طب، يعني الحلاوه تاعها مضبوطه. نحلوا العجينه تاعنا، ما نحلوهاش غليظه بزاف خاطر راح نديرو حبه فوق حبه، نديروها السمك تاعها يكون حوالي 5 ملم. بسم الله نطبعوا عادي. نكمل نعمر السنيوه تاعي وندخلهم للفرن يطيبوا. كريمه الزبده بذوق القهوه، ندو 125 غرام تاع مارغرين، نص علبه بهذه يعني 2 مغارف كبار، مغرفه كبيره تاع قهوه سريعه الذوبان، كاس تاع سكر طب، ونص فنجان تاع ماء عادي من الحنفيه. اول حاجه نروحوا للنيسكافيه هذه، اي نوعيه اللي عندكم اللي متوفره عندكم، اختاروا هذه اللي يكون عندها حبيبات كبار، تكون مليحه ريحتها تكون مليحه، يعني ديروا ملعقه ولا 2 كيما حبيتو. هنا راح نزيد شويه، ندير مغرفه ونص باش تجيني منكهه مليح، نذوبوها في وسط هذا الماء. نحطو 2 مغارف كبار تاع مارغرين تكون بحراره المطبخ، يعني 125 غرام، نص علبه من هذه. نحركو الزبده مع السكر شويه حتى يندمجوا شويه، باش من بعد كي نستعملوا الخلاط ما يديروناش الغبره، ما يغبروش علينا. نخلطهم مليح باش بعد كي نستعمل الروبو ما يبداوش يطشوا عليا يديروا لي الفوضى. هنا نخلطها مليح ومن بعد نبدا نخلطها بالروبو ولا الخلاط كيما حبيتو. وهنا راني نخلط ونضيف هذيك النيسكافيه قهوه سريعه الذوبان اللي ذوبتها في الماء حتى يندمجوا. هنا نديرها في لابوش. شوفوا القوام تاع الكريمه اللي تحصلنا عليه، نديرها في لابوش ونجو نلصقوا بها الصابلي تاعنا. نجيبوا الصابلي تاعنا، اختاروا حبات يكونوا قد بعضهم بعض، حطوهم الكريمه. هنا تحبوا ديروا شوكولاته طلي ولا اي حاجه تحبوا ديروها ديروا كيما حبيتوا. ترانسفير هذا تزيين يبقى اختياري، تقدروا تخلوا الكاطو تاعكم كيما راه، يعني هذا ماشي مشروط، انا غير حبيت ندير له تزيين تاع العيد، وانتم لكم الاختيار كيما حبيتوا. شوفوا في هذا الرسمه هذه تاع الشوكولا هايله، شوفوا عيدكم مبارك. الشوكولا اللي نديروها هنا ما نزيدوا لها والو كيما هي، ها نقطعوها ونحطوها تذوب، ما نزيدوا لها والو خاطر راح نخدموا بها التزيين. من بعد كي نكملوا التزيين نزيدوا لها الزيت ونقلاصوا بها الصابلي تاعنا. بصح في الاول كي نحبوا نخدموا بها الديكور ما نزيدوا لها والو كيما راهي، اذا هنا نذوبها ونجي نخدم بها الديكور تاعي. غير تحسيها بدات تذوب بديت تخلطي فيها، ما تخليهاش حتى تسخن بزاف. هنا نجيبوا غير شويه ونفرغوا، ما تكثروش باش ما يفيضلكمش خاطر الطابع هذا راه شويه صغير.
بعد ما نعمروها ونكملوا نخلطوا المول تاعنا شويه باش الشوكولا تاعنا تاخذ الشكل. شوفوا هذه راهي مازال ما نشفتش، شوفوا بالخف يتقلع. شوف شوف جيب طبسي هي كي تخلوهم يبردوا بالخف. شوفوا ها بالخف يتقلعوا. هذه الشوكولا اللي بقات لي ملي خدمت بها هذا الديكور نفسها نزيد عليها شويه خاطرها قليله، ونزيد عليها هنا عندي هنايا 3 ملاعق تاع زيت ونحطها تذوب باش من بعد نقلاصو بها الحلوى تاعنا ونقلاصيو الصابلي تاعنا عادي الطريقه العاديه. ها الطريقه تاكدوا بانكم غطيتوه من كل الجوانب. وخليو حتى تنشف، يعني ما ديرولاش الديكور دركا خاطر الشوكولا راها حاميه. لو كان تحطوا فوقها هذاك الديكور راه رقيق، اذا حطيتو فوق الشوكولا حاميه راح يذوب لكم، يعني ما يبقاش هو هذاك هكذا. باش يعني نقولها لكم قبل ما توقعوا في الخطا. هنا نحطوها فوق شبيكه ولا ورق الطبخ ولا اللي كاين. هنا بعد ما قلاصيتهم كاين حبه درت لهم شوكولا بالحليب وكاين حبه درت لهم غير شوكولا نواغ. شوف يعني كي تقلاصيوهم خلوهم يعني ينشفوا شويه ولا يبردوا، خلوا الشوكولا تاعكم حتى تبرد تماما. لازم تتاكدوا باللي الشوكولا تاعكم بردت ما راهاش حاميه. علاش؟ خاطر هذا الديكور هذا جاي رقيق، هذا الديكور اللي رانا خدمناه جاي رقيق يعني طبقه رقيقه. لو كان تحطيه كي تكون الشوكولا حاميه راح يذوب لك. هنا راها الشوكولا راها بردت شويه بصح مازال ما نشفتش 100%. شنديرو نحطو فوقها الديكور بهذا الشكل، يعني ما تخلوش الشوكولا تاعكم حتى تنشف 100% وتولي قاسيه، يعني تبرد الا تبرد تماما. وما ديروش الديكور والشوكولا حاميه حذاري خاطر راح يذوب لكم وما راحش يحافظ على الشكل تاعو. هنا نكمل نديكوريهم بهذا الشكل هذا الديكور اللي رانا خدمناه. هاد الوصفه ناكد عليكم باش تجربوها في هذا العيد. مادام راه عندكم شويه صوالح تاع الكاطو في الدار غير جربوها راح تعجبكم بالبزاف. اذا جربتوها وعجبتكم ما تنسوش دعموني بجيم اشتركوا معايا في القناه باش يوصلكم كل جديد. وصحه عيدكم والسلام.